يا مساء الخيرات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة. فيديو النهاردة يعتبر اول فيديو اعمله من سلسلة للعيد السنة دي، يلا نجهز مع بعض. اي حاجة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. ورمضان عدى هوا حرفيا، محسناش بيه خالص خالص. ف كل سنة وانتوا طيبين ويلا نبدأ. النهاردة الكريم اللي بنحب نحطه على كعب رجلنا، فجبت كام حاجة كده عشان هعمله معاكم كده. اهم حاجة طبعا في الكريم ده، اهم حاجة طبعا البودر دي بتاعة دم الغزال. هي عندي بقالها فترة فخلاص خلصانة، بس احنا بناخد منها حتة صغننة قوي، يعني مش بنحتاج كمية كبيرة. علبة كريم نيفيا سوفت، هي العلبة دي فاضية علشان هستخدمها احط فيها وكده. وانا حاطه فيها جليسرين، يعني زي ما انتوا شايفين كده، علشان حابه يكون الكريم مرطب اكتر من ان هو يعمل لون وخلاص. لا، احنا هنرطب وهنعمل لون وهنبقى شكلنا عسول خالص في العيد. فحاطه فيها هنا كميه جليسرين، غالبا حاسه ان هما هيكونوا كتار لان انا مش عايزه الكميه دي، فهفضي منها شويه. الكريم بتاع لونا، الكريم ده اللي هو السميك قوي ده، انتوا فاهمين، برضو ده هيكون مرطب حلو قوي. فمش عارفه بصراحه هحاول انقله بايه. ممكن اجرب انقله بالخله الاول، هاخد منه جزء كبير، غالبا مش هيتنقل. خلونا نجرب كده، يعني اتمنى ان هو يتنقل بالخله لان انا مش عايزه ابوظ الروج، انا جايبه الروج معايا احتياطي كده. تمام، لا نقل الحمد لله. ناخد حته كمان، يلا بقى ما تكسفناش. خلونا نقلبهم ونشوف السمك اللي هيطلع معانا، ولو احتجت تاني هاخد منه تاني. هتقلبه بس حبة حلوين عشان يندمجوا مع بعض. طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بحطش حاجة بالمقادير، انا بقعد كده اجرب لحد ما يتظبط معايا للشكل اللي انا عايزاه، وبروح تمام اقول تمام كده حلو. فمش قادرة اقول لكم قد ايه على قد ايه. حطيت عليها حتة كمان لان حسيت ان هي خفيفة، محتاجة تتقل اكتر. عايزه اقول لكم يا جماعه، وانا بجهز للفيديو او للفيديوهات بتاعه العيد، عايزاكم تتابعوا القناه لو انتوا اول مره تيجوا، لان في فيديوهات هتنزل بخصوص العيد والعنايه اللي قبل العيد، فتابعوني. فوانا بجهز للفيديوهات دي ما كنتش مستوعبه ان خلاص رمضان، ايه ده؟ يعني انا المفروض اجهز فيديوهات للعيد ورمضان خلص وكده؟ ازاي يعني؟ ف رمضان عدى اسرع رمضان يعدي السنه دي حرفيا. بصوا هي بقت حلوه ازاي، زي ما احنا عايزين اهو. بصوا ده السمك اهو، اللي هو ما يبقاش السمك التخين قوي ده، ولا يبقى الجليسرين اللي هو السايح ده، وفي نفس الوقت الميكسين دول مع بعض هيعملوا ترطيب حلو. لان الكريم ده لما بيتعمل وبيكون الرجل مش مترطبه كويس بيبقع كده وبيبقى شكله مش لطيف. علشان كده احنا قلنا نعمل حاجه تكون بترطب وفي نفس الوقت تبقى كريم، وفي نفس الوقت تعمل لون وفي كل الحاجات. طبعا مش حابه ان انا او مش محتاجه ان انا اوصيكوا ان انتوا يعني الكريم ده هتحطوه بعد ما نعمل رجلنا طبعا باديكير، علشان تكون رجلنا ناعمه بقى وحلوه وكده، وهنحط عليها الخليط ده. هنجيب خله تانية بقى نضيفه. ليه بقى بخاف من البودر ده شويه وانا بحطه؟ لان هو حرفيا، بصوا يعني هو خلاص ايدي بدات تبقع اهو. النقطه منه بتعمل مفعول رهيب، يكون احمر فيك، انا عايزاه يكون احمر طبيعي او لون بامبا طبيعي. فعلشان كده بحاول ان انا اكون حذره شويه. وغالبا دي كتيره، فخلونا نقلب ونشوف. وزي ما توقعنا هي كتيرة شوية، بس هحط على ايدي واجرب معاكم دلوقتي واشوف هي هتكون لونها عامل ازاي. وبعد ما انا قعدت بقى اخلط فيه شوية، وبصوا
بصوا الحلاوه، هي ايدي مش باينه في الكاميرا، طب خلينا نحط في ايدي التانية. خلينا احط لكم على ايدي دي لان التانية ما كانتش باينه قوي. بصوا يا جماعه، هو لونه زي ما احنا عايزين اهو، اللون اللي هو البينك كده شويه، مش اللون اللي هو احمر. طبعا الحاجات دي بتكون اذواق، يعني ممكن انتي تكوني حابه ان هي تكون اغمق شويه، فانتي كل ما بتبقي عايزه تغمقي بتزودي من البودر دي شويه، كل ما بتبقي عايزه تغمقي عايزه تفتحي بتقللي من البودر دي، يعني دي حاجه في ايديك انتي. هو ده الشكل اللي انا عملته في الاخر، وده اللون اللي طلع لي. طبعا انا بجرب لكم على ايدي، بس ده احنا بنعمله على كعب الرجل، ممكن تحطوه على ايديكم برضو، بس يعني يفضل ان هو يكون على كعب الرجل مش على الايد. بصوا اللون الوردي الحلو ده اللي انا بحبه، ده اللي انا بعمله لما باجي اعمل الكريم بتاع كعب الرجل، او كريم الدم الغزال بتاع كعب الرجل، بطريقه سهله قوي يعني. وانا بحب ان يكون الكريم ده مرطب ولون في نفس الوقت، بحيث ان انتي رجلك برضو ما تنشفش، تبقى مترطبه وحتى لون. مبسوطه قوي بالنتيجه يا جماعه، وعايزاكم انتوا كمان تجربوا وتقولوا لي رايكم. وبس كده، ده كان اول فيديو من سلسلة العيد اللي ربنا يقدرني وان شاء الله اعرف ان انا اصورها لكم وانزلها لكم ان شاء الله كلها قبل العيد، في دوشة العيد اللي احنا فيها والترويق والبلاوي اللي عندنا. فان شاء الله ان انا اقدر ان انا اعملها لكم على طول، وعايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وبس كده يا بنات، ده كان نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. كل سنة وانتم طيبين، باي باي.